السلام عليكم. أنا نور القناوي. تابع الفيديو ده للآخر هتستفادي منه إن شاء الله، عشان هعرفك النهاردة إزاي تطلعي الزبادي متماسك وكريمي بدون ماكينة. وفي طرق كتيرة قوي للزبادي، بتبقى معقدة شوية، بتبقى فيها افتكاسات ملهاش لازمة. لا، الزبادي أسهل من كده بكتير، خطواته بسيطة جدا، وهتعرفي كل التكات والأسرار في الفيديو ده إن شاء الله. انا من كيلو لبن بس عملت اكتر من 12 كوباية بالفاكهة. هنعمل مع بعض الفراولة الجميلة بطريقة تحفة جدا، وطريقة سهلة قوي هتعجبك ان شاء الله. ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو لو عجبك. ويلا بينا نبتدي. احنا اول حاجة هنبتدي بيها الفراولة. انا استخدمت نص كيلو من الفراولة، ما احتجتش اكتر من كده على كيلو اللبن، لكن طبعا لو هتستخدمي اكتر من كيلو لبن هتحتاجي فراولة اكتر من كده. هنقطع الفراولة مكعبات بالشكل ده، الحجم ده حجم متوسط، وهنحط عليها السكر. انا استخدمت 200 جرام من السكر، وهنسيبها كده. ممكن تسيبيها بره او تحطيها في التلاجة مش اقل من ساعتين، عشان احنا عايزين الفراولة تنزل كل السوائل بتاعتها. مش هنحط عليها مية ولا اي حاجة، هي هتبقى منها فيها السوائل بتاعتها، هي دي اللي هتسويها على البوتاجاز. هنا بس هنقلب السكر مع الفراولة علشان خاطر السكر يغلف قطع الفراولة كلها. بعد كده هنشيله في التلاجة. بعد كده هنجلي اللبن، بعد ما خلصنا الفراولة هنجلي اللبن عادي جدا، وهنسيبه يهدى ويبرد خالص. بعد ما سيبنا الفراولة طلعناها، بصوا كمية المية دي بتاعة الفراولة، يعني الفراولة بتنزل السوائل بتاعتها كلها. هنحطها على النار، بس أول ما تغلي هنهدي شوية النار، هنخليها متوسطة. طبعا الفراولة من الحاجات اللي لازم نقف جنبها واحنا سايبينها على البوتاجاز، ما نسيبهاش كده لانها ممكن تفور مننا، او ممكن تنشف واحنا عايزين فيها شوية صوص بس. طبعا احنا مش هنوصلها للقوام بتاع المربى اللي هو ما يبقاش فيه سوائل خالص، ولا في نفس الوقت هنسيب فيها سوائل كتير. احنا هنخليها زي التوبنج مثلا. ممكن تستخدميها في الزبادي، ممكن تشيلي منها شوية تستخدميها على حاجة زي التشيز كيك. التورت بتبقى حلوة قوي قوي. بس هنضيف لها نص ليمونة، عشان الليمون بيخليها تقعد فترة أطول ما تبص، ونحتفظ بيها كده. كده الفراولة ممتازة معانا. هنبتدي بقى نحضر الخميرة للزبادي. طبعا دي التكاية المهمة جدا في الزبادي كله. احنا هنجيب القشطة، هنحطها في طبق، هنخرجها بره اللبن، وهنضيف عليها معلقتين كبار من لبن البودرة أي نوع، ومعلقتين كبار من الزبادي. دي كمية الخميرة اللي احنا هنستخدمها الكيلو لبن. طبعا لو هتزودي يبقى هتضاعفي الكمية اللي قلتلك عليها. احنا طلعنا القشطة بس علشان ما تبقاش عاملة حبيبات في اللبن. هنقلبها لحد ما نوصل للقوام ده، ما تبقاش محببة عشان الزبادي ما يطلعش معانا كده. احنا عايزينه يكونوا كريمي، يبقى الخميرة بتاعتنا لازم تكون كريمي. واللبن البودرة على فكرة بيديها طعم حلو قوي، وبيساعد ان الزبادي بتاعنا يكون متماسك. ودي من الاسرار فعلا، انا جربتها وطلعت الزبادي ناجح جدا. طبعا هنبتدي نجيب الاكواب بتاعتنا او الاطباق اللي احنا هنحط فيها الزبادي. هنحط الاول الفراولة بالشكل ده، وهنخلص كل الكوبايات بتاعتنا. اهم حاجة ان احنا مش هنبتدي نحط الفراولة او اللبن في الكوبايات الا لما يوصلوا درجة الحرارة المناسبة. اللبن لازم يكون زي دمعة العين، يعني لما تحطي صباعك في اللبن هتستحملي حرارته، لكن لو سخن عن كده مش هيدينا النتيجة اللي احنا عايزينها للزبادي. وهكذا الفراولة لازم تبرد وتهدى خالص. لو بتحبي طعم الزبادي يكون مسكر شوية ممكن تضيفي معلقة كبيرة من السكر، لكن لو مش حباه كده ما تضيفيش. هنصب اللبن، وطبعا حركة المعلقة دي بس عشان خاطر اللبن ما يبهدلش الدنيا حوالينا. هنحط كوبايات الزبادي بتاعتنا في صينية كلها، وهنضيف عليهم كوبايتين من المية السخنة، هنضيفها في الصينية طبعا بعيدا عن الكوبايات. المية تكون سخنة لكن مش مغلية، يعني احنا عايزين درجة الحرارة دي. وهتسخني الفرن، فرن بوتاجاز، 5 دقايق وتقفليه، وهتغطي الزبادي كويس وتدخليه في الفرن. وهنبص على الزبادي بعد ما يمر عليه 4 ساعات. يعني ابتدي بصي عليه، لو لقيتيه مسك هندخله التلاجة. طبعا مش هناكله وهو بيبقى سخن كده شوية، هناكله بس بعد ما يطلع من التلاجة
بساعة تقريبا، ممكن تسيبيه اكتر من كده، اقل حاجة ساعة. طريقة سهلة جدا ومضمونة 100%. بجد طريقة حلوة، هتطلع الزبادي معاكي متماسك. بصي هتقلبي الكوباية، الزبادي متماسك وكمان طالع كريمي. الزبادي دلوقتي بقى غالي جدا، ليه نشتريه من بره؟ احنا ممكن نعمله احلى من بره بكتير، احلى من الشركات وبفاكهة، ومش هيكلفك التكلفة اللي بنشتريها من بره. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع الف سلامة.